قد يتسبب في أمراض يجهلها كثيرون منهم، إلا أن باحثين حذروا من 6 منها، على رأسها تأتي أمراض القلب، إذ أن العضلات أثناء الجلوس لفترات طويلة تحرق كمية قليلة من الدهون، كما أن الدم يجري ببطء في الأوعية الدموية، ما يساعد في تشكل الخثرات الدموية ويقلل من نشاط القلب، ويزيد من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الأخرى. الصحة العقلية تتأثر بالجلوس لوقت طويل، فالأداء العقلي يتباطأ بشكل ملحوظ، خاصة لدى النساء بحسب دراسة حديثة. مواجهة الحاسب الآلي تسبب ضغطا كبيرا على الكتفين والعمود الفقري بحسب خبراء، كما تمنع الدم والعناصر المغذية من التدفق بين الفقرات، وهي وراء الشعور بآلام شديدة في منطقة الظهر والكتفين، كما تزيد من احتمال الإصابة بالديسك وأمراض العمود الفقري الأخرى. عوضا عن أن الجلوس لوقت طويل يتسبب في ضمور الأوراق، خاصة وأنها تحتاج إلى الحركة الدائمة لتؤدي وظيفتها في موازنة الجسم. ليس كل هذا فحسب، إذ أن البدانة نتيجة طبيعية للجلوس لفترات طويلة، لكن الخطر الأكبر بحسب خبراء يتمثل في متلازمة التمثيل الغذائي المصاحبة للبدانة، التي تقود بدورها إلى ارتفاع مستوى السكر والكوليسترول في الدم. ووفق خبراء، فإن الأشخاص الذين يجلسون لوقت قصير أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة من الذين يجلسون لفترات طويلة، حيث أظهرت النتائج انخفاض احتمال الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 30% للنساء اللواتي قللن عدد ساعات جلوسهن من 8 إلى 3 ساعات، في حين بلغت 15% لدى الرجال. لذا ينصح خبراء بالاعتدال والاسترخاء كل 15 دقيقة لمن يضطره العمل إلى الجلوس.